تخيل انك عايش من 2500 سنه وعايز تبعت رساله زي دي، لا واتساب ولا تليفون ولا حتى حمام زاجل، وفجاه تكتشف ان في طريق بيوصل للرساله في ايام. بس ازاي؟ ومين المجنون العاقل اللي عمل كده؟ وليه المؤرخين قالوا عن الطريق ده انه كان اعظم بنيه تحتيه في التاريخ القديم، لدرجه ان في ناس قالت عن الطريق ده انه كان اسرع من الانترنت. النهارده هنتكلم عن طريق الملوك في الحضاره الاخمينيه، الطريق اللي كانت الامبراطوريه ماشيه على عروقه زي الدم بالظبط. بص يا سيدي، احنا بنتكلم هنا عن الحضاره الاخمينيه، امبراطوريه ضخمه جدا لدرجه انك لو صحيت عايز تتغدى في قاره ممكن تتعشى في واحده ثانيه. الملك داريوس الاول قرر يعمل حاجه ما حدش فكر فيها قبل كده بشكل مرعب. قال لك انا مش عايز جيش قوي، انا عايز امبراطوريه تعرف تتحرك بسرعه جدا. وهنا ظهر طريق الملوك، الطريق اللي ربط العالم. الطريق ده كان طوله تقريبا 2700 كيلو متر، يعني تقريبا كان بيعدي نص العالم اللي كان معروف وقتها. والمرعب بقى ان الطريق ده ما كانش مجرد اسفلت وبس، لا يا معلم، ده كان مشروع هندسي مرعب بالنسبه للوقت. كان فيه محطات استراحه ونقط لتبديل الخيل ومخازن اكل وميه وحاميات عسكريه وابراج مراقبه وارصفه. الفرس هم اول ما اخترعوا الرصيف، يعني حرفيا اول نسخه قديمه من شيل اوت وورز